مين هنا كان بيهنِّج لمّا بيتسأل السؤال العظيم بتاع احكِ لي عن نَفْسك في الinterview أو أنت رايح فين كمان 5 سنين؟ أنا بصراحة كنت باهنِّج، حقيقة كنت باهنِّج جامد جدًا، جدًا، والحقيقة أنا كنت باstruggle في الinterviews مش عشان حاجة، بس أنا مش يعني السؤال بالنسبة لي مُبهم، احكِ لي عن نَفْسك، عايز تعرف إيه حضرتك؟ فطبعًا كنت باعمل زي ما معظم الشباب بيعمل، باتكلّم على سَنة التخرُّج، درست إيه، الachievement الextra curricular والachievement وطبعًا فضل السؤال بتاع هو أنا ليه باهنِّج في الinterview ليه كُلّنا معظمنا بيهنِّج في السؤال ده ليه؟ مش عارفة أنتم تعرفوا والّا لأ، بس أنا بادرّب الشباب على إن هم يجاوبوا على هذا السؤال الجميل جدًا، جدًا، جدًا بتاع إنه أعمل إيه في الinterviews. باساعدهم جدًا، جدًا على إن هم ما يبتدوش يرصوا الحاجات الرصة الجميلة جدًا بتاعة الachievements والشهادات والحاجات دي كلّها، لإنه الحاجات دي مهمة بس هو بيسألك احكِ لي عن نَفْسك ها، وبعدين خلّوا بالكم برضه كمان دلوقتي الinterviewers مش بس بيبصوا على الachievements وskills هم بيبصوا على البني آدم، على الإنسان، وإيه أحلى من كلمة احكِ لي عن نَفْسك، مش كده والّا إيه؟ فالحقيقة السؤال لمّا بنحطه في صيغة إن احكِ لي، ما بيبقاش فخ بقى، هنا بالعكس بيبقى فرصة إن أنا أحكي عن نَفْسي فعلًا، وأقول أنا مين، وهي دي الحقيقة إحنا بنتكلم عن نَفْسنا، بنحكي حدوتتنا، مش إحنا عملنا إيه. فخلّوني أحكي لكم بقى عن واحد من الشباب اللي اشتغلت معاهم دول، هو كان ولد هو على فكرة كان شاطر جدًا وعامل achievements حلوة جدًا، سواء في مدرسته، سواء كان بيخش internships كتيرة، هو عامل achievements حلوة أوي. وهو لمّا جالي هو كان عايز يشتغل في شركة معيّنة، في post معيّن، ولسه كان طالع من interview مش مقبول، وكان عنده فعلًا struggle في فكرة إنه عايز أتكلّم عن نَفْسي أو أقول أنا باعمل إيه، وit seems إنه بس الcheck list بتاعة الachievements مش شغّالة. فالحقيقة لمّا جالي قعدنا اشتغلنا مع بعض أنا باسمّيها مرحلة deconstruction and later construction، يعني إحنا بنdeconstruct بنفُك الدنيا الأول في الأول خالص وبعدين بنconstruct الحدوتة. وفعلًا قعدنا الحمد لله اشتغلنا عليها، صِغنا كمان الحدوتة بتاعته في شكل بالنسبة له هو مفهوم، يقدر بعد كده يحكيها. وعلى فكرة هنا بقى أرجع أقول لكم إن أنا من الحاجات اللي كانت بتخلّيني أهنِّج في السؤال ده، إن أنا كنت باحس إن أنا تايهة، إن أنا حد رماني في وسط البحر كده وقال لي عومي، طب أروح فين؟ ادّيني اتجاهات بس. هنا بقى لمّا بقيت story teller ولمّا بقيت أشتغل مع الشباب على ده، وأنا فهمت ده نَفْسي، ابتدينا نشتغل على إن إحنا بدل ما نبقى في بحر كبير جدًا، إن إحنا نبقى في مكان مفهوم معالمه، بيسين مثلًا صغير ليه الأدراج بتاعته، فيه المستويات بتاعته، أبقى فاهم أنا فين، أحكي عن إيه بالضبط. فده اشتغلنا عليه، بعد كده اشتغلت معاه على الأداء. اللي هو يعمل إيه بنظرات عينه، يعمل إيه بتعبيرات وشه، صوته، عشان طبعًا كتير منا بيبقى صوتنا مونوتون وأنا باشوف ده كتير جدًا في الشباب. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله قدرنا إن إحنا في الفترة اللي اشتغلنا فيها مع بعض إن إحنا نصيغ الحدوتة، نشتغل على الأداء بتاعه، كمان اشتغلت معاه على التوتر بتاع الinterview. يعني it's not about إن أنا يعني الachievement اللي أنا عملتها، قد ما أنا كنت سعيدة جدًا، جدًا إن أنا قدرت أساعد الشاب ده، مش بس إنه ياخد الinterview وينجح ويشتغل في الشركة دي والحمد لله ده حصل، بس حتى لو ده ما كانش حصل، أنا كنت سعيدة جدًا إن أنا قدرت أساعد الولد ده إنه يعبّر عن نَفْسه، إنه يحكي حدوتته، إنه يتكلّم بثقة ومن غير توتُّر، وإنه يبقى برضه فاهم نَفْسه، لإن أنت لمّا بتبقى فاهم حدوتتك وأبعادها، بتقدر تفهم نَفْسك وتقدر تعبّر عن نَفْسك بشكل أكبر، وده بالنسبة لي الحقيقة أكبر نجاح من بس فكرة إنه فعلًا نجح في الinterview. فالخلاصة، إحنا في أغلب الوقت فعلًا ما بنبقاش عارفين نحكي حدوتتنا أو حتى نصيغها، وهنا بيلعب دور الحكي. هو الحقيقة الحكي مش بيخلق قيمة جديدة من فراغ، لأ، الحكي بيساعدنا إن إحنا نشوف القيمة دي ونوصّلها للناس. فالواجب بقى بتاعكم يا حكواتية حضراتكم، إن أنتم حاولوا تجاوبوا على السؤال العظيم بتاع احكِ لي عن نفسك، من غير ما تقول شهاداتك وتخرُّجك وكل الإنجازات اللي أنت عملتها. حاول تفتكر موقف معيّن مؤثّر وحاول تحكيه كده واكتبه لي، ممكن أقول لك رأيي فيه. أشوفكم المرة الجاية، سلام.